الحاجات دي كده يا زينب، واللي بيروح بيكون عامل حسابه. انا شرحت لها كل حاجه قبل ما نسافر وفهمتها ان الحياه هناك صعبه، وافقت على كده. ما انت السبب في ده كله. هو احنا كنا مسافرين هناك ليه؟ مش عشان نصلح حالنا المايل ده؟ ودلوقتي بعد البهدله اللي اتبهدلتها انا هناك عاوز تطلعني غلطانه برضه؟ يا ساتر عليك، ده انت بقت عيشتك تطهق. ده مش معقوله. معلش يا حسين، يمكن اعصابها تعبانه شويه من السفر. سيبك منها، دي ما بيعجبهاش العجب. المهم، ازيك انت يا ميرفت؟ وحشاني قوي. عامله ايه في الكليه؟ الحمد لله. شوفي كده. ايه ده يا حسين؟ معلش، اللي قدرت اجيبها لك. لو كنت قعدت مده اطول كنت جبت لك حاجه احسن. البسيها كده. الله، بس دي باين عليها غاليه قوي وانت ما لحقتش تعمل حاجه. انا عندي اغلى منك، ده انت اللي فاضله لي في الدنيا. ربنا ما يحرمنيش منك. استاذ حسين، في واحد منتظر حضرتك جوه. مين؟ مدحت؟ حسين. اهلا حبيبي. اهلا. ازيك يا حسين؟ اهلا. ازيك يا مدحت؟ اهلا. وحشنا يا مدحت. اهلا. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت اتغيرت قوي قوي. ازيك انت يا حسين؟ وحشني قوي. ياه، لسه زي ما انت، ما اتغيرتش فيك حاجه خالص. اهلا يا مدحت، وحشني. انت فين يا سيدي المده دي كلها؟ كنت في اوروبا. اوروبا؟ حته. هايل. اتفضل. اول ما رجعت من السفر رحت لك البيت القديم، قالوا لي انك عزلت وما يعرفوش عنوانك. المهم عرفت انك بتشتغل هنا. كنت عاوز اشوف الايام عملت معاك ايه. اتجوزت وعزلت. الف مبروك. ايه وانت عامل ايه؟ اتجوزت ولا لسه؟ هو احنا برضه وش البهدله دي اساس؟ وحشاني مصر كلها بالحق. اختك العفريته زيها دلوقتي. اوه، دي كبرت دلوقتي وبقت في بكالوريوس فنون جميله. والله امال مش معقول. لكن طالعه شاطره زيك يا حسين. لا، اشطر بكتير. ده انا متوقع لها السنه دي على الاقل جيد جدا باذن الله. اخت الوز بقى. انت وراك ايه؟ والله يا حسين انا كان لا اسمع بقى، انت هتعمل لي مهم دلوقتي. انت تيجي تتغدى معايا وبالمره تتعرف على مراتي وتشوف ميرفت. ما عندكش فكره هتفرح قد ايه لما تشوفك. ميرفت. عربيه مين دي يا حسين اللي انت جاي فيها؟ ايه دوش ده؟ ميرفت. ايوه يا حسين. تعال. اما انا جايب لك حته دين مفاجاه. مفاجاه ايه؟ اظهر وبان عليك الامان. الو. مدحت. مش معقول، ازيك؟ كنت فين المده دي كلها؟ ازيك يا ميرفت؟ وحشاني قوي. ياه، ده انت فعلا اتغيرتي وحلويتي زي ما قال اخوكي. انا لسه معايا صورتك بالضفاير. انما ايه ده كله يا مدحت؟ شكلك نضف قوي. الله، يعني انا كنت وسخ زمان ولا ايه؟ سامع اختك يا عم. على العموم ربنا يسامحك، ما انا عارفك. كفايه هزار بقى، وتعالى اما اعرفك بحرمنا المصون زينب. اهلا يا فندم. اهلا. ده ايه الادب اللي نزل عليك ده؟ مدحت، صديق الطفوله، اشقى واحد عرفته في حياتي. واخيب واحد يا مدام. كنت دايما محتفظ بلقبي الاخير في الفصل، وجوزي كل سنه كان يطلع الالفه ويكتب اسمي على التخته ويحط قدام منه مليون شقي جدا علشان اخد العلقه المحترمه. تستاهل يا سي مدحت، ولو انها ما كانتش بتحوق فيك. يا سلام، الواحد كان محروم من الاكل اللذيذ ده والله. وما وحشكش يا اخويا الكشري ابو دقه ولا سندوتشات الطعميه اللي كنت بتخطفها مني؟ نعم. ولا العجوه اللي كان مالي بيها جيوبه وما يحللوش ياكلها الا في الحصص. بلاش فضايح بقى، ما تصدقهمش يا مدام. ما قلتلناش يا مدحت، عملت ايه في اوروبا عشان ترجع بيه بالشكل ده؟ تعبت كتير قوي يا ميرفت. اشتغلت في كل حاجه وياما ضاقت الدنيا في وشي،
وكذا مرة فكرت اني ارجع، لكن حاجة غريبة، لما كانت الدنيا تسود في وشي كنت افتكرك يا حسين. يا سلام، مش معنى. انت عارف اني ما سافرتش الا بعد ما تعبت قوي، وما كانش قدامي غير هدف واحد، اني اجمع ثروة واعوض بيها فشل السنين اللي فاتت كلها. بس كان في كابوس دايما بيطاردني، اني ارجع فاشل زي ما رحت والاقيك ناجح. كان دايما المرحوم ابويا يعايرني بجوزك يا مدام. قد كده كنت شاطر وانت صغير، امال لما كبرت يعني؟ وانت يا مدحت ناوي تقعد هنا ولا هتسافر تاني؟ يا ستي، عقبال امالتك اجر مكتب في شارع قصر النيل دافع فيه 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ ده انت لازم هتشتغل في حاجة كبيرة قوي. والله انا عملت بره علاقات كويسة، واشتغلت مع شركة كبيرة قوي لها فروع في معظم انحاء العالم. بتشتغل في ايه الشركة دي يا مدحت؟ في المساكن الجاهزة. المساكن الجاهزة؟ ايوه يا فندم، في المساكن الجاهزة. بالمناسبة حسين قال لي انك في فنون، قسم ايه؟ ديكور. هايل، يعني هتقفي جنبي. اسمعي، تقدري تعملي لي ديكورات مكتبي؟ امال يا استاذ، دي مهندسة ديكور درجة اولى. والله يا اخي انا خايف تطلع خايبة ولا لا. وبعدين بقى في التلبيخ بتاعك ده، انتوا الظاهر واخدين على بعض قوي، ها؟ اهو طول عمرهم كده زي اللي فوق روس بعض. كده. ده كان ساعات يجي لنا مخصوص عشان ميرفت تتريق عليه. خلينا عمليين يا جماعة. ايه رأيك افوت عليكي بكرة الساعة 2 في الكلية واخدك معايا؟ هتاخدني على فين؟ ما تخافيش كده، هاخدك على المكتب علشان تتفرجي عليه وتبتدي تشتغلي. بالحق يا سحس، انت ما جبتش عربية ليه لغاية دلوقتي؟ انا شايف ان المواصلات بقت صعبة قوي في البلد اليومين دول. عربية؟ الله يسامحك. الله، هو انت مش مدرس انجليزي ولا ايه يا سحس؟ طب ده انا سامع ان المدرسين اليومين دول بقوا احسن من الدكاترة، كل واحد فاتح عيادة تدريس في بيته وبيكسب دهب. الا احنا يا استاذ مدحت، الناس خيبتها السبت والحد، واحنا خيبتنا مش على حد. والله انا شغلتي مدرس مش تاجر مخدرات. ما تتحمقش قوي كده. الله يجازي شيطانك يا حسين، ما اتغيرتش فيك حاجة خالص. اهو مدحت ده كان اخيب تلميذ في الفصل. تصور انه صرف الثانويه العامه 3 سنين، ويوم ما نجح بالادميه، بس ما جابش مجموع يدخله الجامعه. ويعني هم اللي دخلوا الجامعة عملوا بيها ايه؟ اللي بيكسبوا مدحت في يوم بتكسبه انت في سنة. هو البلوى ده لسه هنا؟ خليه مكانه. يا اخي بيعه، اهو نستفيد بثمن، مش احسن ما هو مركون كده؟ ابيعه ازاي يا زينب؟ ده من ريحه المرحوم ابويا. يا ريته كان ساب لك حاجة عدلة يا اخي. زينب، اهو ده اللي انت فالح فيه، حماية على الفاضي. يا ريتك كنت طلعت خايب زي صاحبك، على الاقل كنا عشنا احسن من كده. ده انت مش مكفيك التعب اللي بتعبه. يا ريته كان بفايدة. انت ناسيه ان فصلي احسن فصل في المدرسه؟ يا فرحتي. يعني انت خلاص الفلوس بقت كل حاجه عندك، ما بقاش في قلبك مكان لحاجه تانية؟ ميرفت، بيتهيألي ان حسين اخوكي مش سعيد في جوازه. عرفت ازاي؟ واضح انهم مختلفين عن بعض في حاجات كتير. هما بقالهم قد ايه متجوزين؟ 5 سنين. ولحد دلوقتي ما خلفوش؟ يظهر انهم مش عايزين. ها، ايه رأيك؟ هايلة يا مدحت، بس لقيتها ازاي دي؟ الفلوس تلاقي بيها كل حاجة، ولا انت مش معايا في كده؟ هو يكون حسين لخبط مخك. يا ريت الناس كلها زي حسين. بقول يا ميرفت، المكتب لازم يكون مودرن جدا، شيك. الالوان تكون فاتحه. انت عارفه اني هتعامل مع رجال اعمال كبار. باختصار المكتب لازم يحيلهم بالثقه. على العموم قبل ما نبتدي هعرض عليك كذا تصميم، وانت تختار اللي يعجبك. انا عارف ان ذوقك جنان. سيبك من الكلام ده وبطل باكش. انت نسيت ان احنا متربيين مع بعض. لا ما نسيتش، بس صدقيني مش هقدر انصب عليك المره دي. زمان كان ممكن، لكن دلوقتي صعب.
مدحت انا اتاخرت قوي، لازم امشي دلوقتي. مش هتيجي معايا البيت؟ لا، لاني اصل انا عندي ميعاد مهم هنا. يا ريت تبلغي حسين اني هفوت عليه بكره الساعه 5. سعيدة يا مدام. اهلا. ايه ده كله يا مدحت؟ انت ليه عامل تكليف كده؟ يا ستي دي حاجة بسيطة. الله، هو حسين لسه ما جاش ولا ايه؟ زمانه جاي. معلش انا جاي قبل الميعاد بنص ساعة. اهلا وسهلا بيك في اي وقت، ده بيتك. ميرسي. تحب تقعد في الصالون ولا في الفرندا؟ متهيألي الفرندا احسن. اتفضل. اتفضلي.